ازيكم؟ لو اول مره تشوفوني في القناه هنا بنتكلم عن افكار من كتب بتتكلم عن تغيير العادات والنجاح والسعاده. وكمان انا بدرس كوتشنج وباخد افكار كتير من خلال الدراسه اللي بدرسها في الكوتشنج وبتكلم عنها هنا على الشانل. خلونا نبدأ كلام عن حلقة النهاردة. الأفكار اللي هتكلم عنها النهاردة من كتاب The Common Sense of Insanity. بيتكلم عن شوية أفكار ترفع وعيك للحياة وبالتالي تخليك تعيش بشكل أسهل. أول فكرة الكاتب كان بيتكلم عنها في الكتاب ده وهي فكرة إنه كلنا قابلين لتعلم القيادة. يعني يقصد الكاتب إنه بيتكلم إنه كلنا في ناس مننا بتتولد عندها مهارة القيادة مولودة بيها، بدليل إن إحنا ممكن نتابع أطفال كتير عندهم مهارة القيادة حتى لو كان محدش علمهم المهارة دي. بس الحلو في الموضوع إن مهارة القيادة مكتسبة، نقدر نتعلمها، نقدر نمارسها، نقدر نطورها مع الوقت. فكلنا نقدر نقود حياتنا ونمشيها بشكل لحد كبير زي ما احنا عايزين. مهارة القيادة زيها زي أي تجارب حياتية، زي بالظبط مستواك أول ما اتعلمت السواقة. أكيد ما كنتش تقدر تعمل اللي انت بتعمله مثلا بعد ما قعدت تسوق 6 شهور. على سبيل المثال، أول ما بتتعلم السواقة بتكون مرتبك وخايف من العربيات اللي بتمشي حواليك، وممكن تغلط كتير، ممكن ما تكونش بتعرف تركن. بس بعد كده بتقدر انك تسوق، وممكن تعمل مكالمة، وممكن ما تفكرش حتى الطريق اللي حواليك ايه اللي بيحصل فيه، لأنك اتعودت ومخك اتعود واكتسب العادة دي وقدر ان هو يطورها مع الوقت. فمهارة القيادة حاجة قابلة للتطور ونقدر نشتغل عليها ونحسنها. عشان كده انه الكاتب كمان كان بيتكلم ان المهارة دي مش مهمة بس انك تتعلمها، لازم تمارسها وترمي نفسك في تجارب الحياة، عشان التجربة جزء مهم قوي من التعلم. القاعدة التانية اللي اتكلم عنها الكاتب هي فكرة ان استثمارك في نفسك سواء وقت او مجهود هيعتبر أهم استثمار في حياتك. يعني أي فلوس أو مجهود بيروح على صحتك، على هواية عايز تمارسها، أو على حاجة جديدة عايز تتعلمها، أو على اكتساب أي عادة جديدة هتحسن من حياتك أو من صحتك، فده أحسن استثمار ممكن تستثمره في حق نفسك. كل الكتب اللي بقراها تقريبا بتتكلم عن التنمية الذاتية، بتتكلم إنه استثمارك في نفسك وادخارك لفلوس لحاجة مهمة انت ممكن تتعلمها، او عادة هتمارسها، او هواية جديدة هتتعلمها، بيعتبر استثمار حقيقي. وزي ما مهم انك تدخر فلوس، مهم برضو انك تدخر جزء بسيط قوي من الفلوس دي لممارسة عادة، او انك تتعلم حاجة جديدة. يعني سهل قوي ان انا ادخل اتعلم حاجة، حرفة معينة في المونتاج مثلا من اليوتيوب، او ان انا اتعلم اكلات صحية ممكن استعملها في الدايت بتاعي، او ان انا اتعلم لغة تانية غير اللغة الام بتاعتي. كل ده ممكن يكون مش محتاج منك غير شوية وقت، وده يعتبر استثمار. الاستثمار مش شرط انك تدفع فيه فلوس كتير عشان تستفاد منه، بالعكس، في حاجات كتير بس محتاجة انك تخصص لها شوية وقت وتلتزم بيها. الحاجة اللي بتخلينا نخاف ان احنا نمارس هواية معينة او نتعلم حاجة معينة ونقصر في حق نفسنا في ده، هي ان الحاجات دي نتيجتها مش لحظية. يعني لو انا هاخد كورس لغة تانية غير اللغة اللي انا بتكلمها، الكورس ده هياخد وقت عشان الاقي نتيجة. لو انا قررت ان انا امارس رياضة واروح الجيم، تغيير شكل جسمي لشكل احسن هياخد برضو وقت عشان اشوف نتيجة. عشان كده احنا للأسف نلاقي نفسنا مستعجلين ومش قادرين نكمل في حاجة كلنا عارفينها وكل الدراسات بتقولها، ان ممارسة الرياضة بتأخر الشيخوخة وبتحسن الصحة العامة، وبتفرق. دراسات كتير قوي بتتكلم عن فوائد الرياضة وازاي هي بتأخر الشيخوخة، وازاي بتفرق في أمراض كتير زي الضغط والسكر، وكمان بتحسن الصحة العامة للجسم. بس احنا برضو عارفين ان معظم الناس مش بتمارس الرياضة، مش لانهم مش عارفين فايدتها، بس لانه نتيجة ممارسة الرياضة مش هتبان دلوقتي حالا. يعني لو قارنتلك ما بين اكلك لشوكولاتاية او لشوية جاتو او لحاجة طعمها حلو، هتحس بمتعة لحظية، لكن ان انت تمارس رياضة مش هتقدر تشوف نتيجة قبل مثلا 3 ل 6 شهور. عشان كده احنا التزامنا بالحاجات واستثمارنا في نفسنا بيلاقي عندنا صعوبة، لان نتيجته مش لحظية. عشان كده لو بقول نصيحة لنفسي ولأي حد بيسمعني، فهي فكرة ما تبخلش على نفسك بالوقت او الفلوس او المجهود اللي هيخليك تستثمر في نفسك.
في حاجة جديدة انت عايز تعلمها، في هواية جديدة هتمارسها، او في اي حاجة جديدة هتغير بيها حياتك للأحسن. وصدقوني حتى لو انتوا مش عارفين الحاجة اللي بتتعلموها دلوقتي أثرها هيبقى عليكوا ايه، فالأكيد ان الحاجة دي هيكون ليها تأثير على أفكارك، على علاقاتك بالناس، على مجال شغلك، على ثقتك بنفسك. تالت قاعدة اتكلم عنها الكاتب وعجبتني جدا ولفتت نظري، وهي انه اختيارنا للصحاب مهم جدا، زيه زي أهمية الأهل والجواز والولاد. فمهم قوي انه احنا بنختار صحابنا صحبة مناسبة للحياة. يعني كتير قوي ممكن يكون صادف حد فينا انه اللي كان ليه صاحب بيتريق على احلامه، او بيتريق على قدراته، او بيقلل منه، صاحب بيغير منك، صاحب بيحقد عليك. فمهم قوي ان احنا نختار صحابنا بعناية، ومش لازم ان انا اقول ان ده بقى صاحبي من غير ما اكون مريت مع الشخص ده بمواقف تثبت لي ان الشخص ده فعلا هيقف جنبي وقت ما اكون محتاجه، هيكون مؤمن بيا، هيصدق في حلمي، هيشجعني اعمل حاجة كويسة في حياتي ولا لا. كمان مهم قوي انك تكون مع صحابك حقيقي، يعني ما تكونش مضطر تلبس ماسك معين وانت معاهم، او تداري حاجات معينة، او تقول حاجات معينة. مهم ان علاقة الصداقة يكون فيها سلام وراحة، وتكون معاهم بوشك الحقيقي. ده من الحاجات اللي بتساعدك انك تتطور اسرع في حياتك، وتكون مرتاح وعندك سلام داخلي. فعشان كده مش اي حد تقول عليه صاحبك، الموضوع محتاج خبرات ومحتاج مواقف كتير عشان تقول الشخص ده مناسب انه يكون صاحب مقرب ليا ولا لا. رابع حاجة اتكلم عنها الكاتب وانا حبيتها جدا، احساسك بانك مميز في حاجة معينة، والحاح الفكرة دي للحاجة دي انك تتعلمها او تمشي فيها او تجربها، فعلا بيحقق لك سلام داخلي. المشكلة في الموضوع ده انه لازم تفهم ان الاحساس ده ما بيجيش لوحده. يعني مش هيجي ان انا عايز اجرب كذا فهجربه، لا، ممكن يجي معاه شوية مشاعر كده زي لخبطة وحيرة. بتسأل نفسك هو انا هعرف اكمل في ده؟ طب هو انا فعلا بحبه ولا ده احساس وقتي؟ طب هو انا لو وفرت لنفسي الوقت والفلوس والمجهود على دراسة حاجة معينة او اني اجرب حاجة معينة، هل هكمل فيها ولا لا؟ كل دي أسئلة بتيجي في بالك، أنا عارفة. بس الفكرة إنه أنت عمرك ما هتعرف غير لما تجرب. طالما الفكرة بتزن على دماغك، فالأحسن إنك تجربها وتشوف أنت فعلا هتقدر تكمل في ده ولا لأ. وعشان تعرف هتقدر تكمل في ده ولا لأ، فعمرك ما هتعرف غير لما تجرب. ولازم تسكت الحيرة دي بقرار. صدقوني حتى لو احنا مش ضامنين ان القرار ده صح 100%، ان انا همشي هكمل في الحاجة دي 100%، كون انك تاخد قرار ده في حد ذاته بيريحك. فكرة الحيرة وانك تقعد تسمع اراء ناس كتير وانك تسأل ناس كتير، ده بيضيع صوتك الداخلي، بيضيع الصوت اللي في الاساس قالك انك عايز تجرب حاجة زي ده. وفكرة ان انت تحسم امرك بقرار، ده في حد ذاته هيريحك جدا. وممكن بشكل كبير ان اي حاجة انت دخلت فيها هتعمل لك معرفة وهتفيدك في حياتك حتى لو ما كملتش فيها النهاية، او ممكن الحاجة دي تكون باب هيوديك لحاجة تانية احسن واكبر منها بكتير. فعشان تتفادى مرحلة الحيرة والعطلة، حدد لنفسك وقت معين، وبعد الوقت المعين ده هتقرر، يعني هتقرر، وبعد القرار ما ترجعش تفتح الموضوع تاني خالص في بالك. عايزة احكي لكم على تجربة شخصية تخص موضوع ان انا اتعلم حاجة جديدة. بعد ما اشتغلت في التدريس أكتر من 10 سنين، خدت بالي إن أنا بقالي 3 سنين وأكتر بسأل على كورس الكوتشنج، وكل مرة أستغرب الاتجاه. يعني هدرس كوتشنج يعني هعمل بيه إيه؟ أو إزاي هسيب شغل التيتشنج اللي أنا اتعودت عليه بقالي سنين؟ وفعلا الموضوع في بالي وفعلا عايزة أتعلمه. اول ما الكورس بدأ يقرب وخلاص جه وقت ان انا لازم ادفع الفلوس عشان اشترك فيه، لقيتني محتارة جدا. كلمت ناس كتير سألتها، كلمت المكان نفسه اللي هدرس فيه الكوتشنج، وكنت محتارة جدا وخايفة يا ترى هقدر اوفق ما بين الدراسة والشغل. افكار كتيرة جت في بالي، وبعدين اديت لنفسي يوم. قلت في اخر اليوم ده انا لازم هكون مقررة، اما اني اقفل موضوع الكوتشنج ده، او ان انا هاخد الكورس واللي هيحصل يحصل. الحقيقة ان الكورس ده بدأ من شهرين، وانا مبسوطة جدا جدا بالتجربة، وفعلا اتعلمت منها حاجات كتير جدا.
وعايزه اقول لكم ان ده شجعني بشكل كبير قوي في حياتي، لان انا اكتشفت ان انا كان بقالي كتير ما بعملش حاجه انا بحبها وشغوفه بيها وفعلا بدرسها بحماس. ففرق جدا في حياتي وفتح نفسي على حاجات كتير كنت فعلا بعملها طول الوقت وانا نفسي مسدوده. فاللي عايزه اقوله من هنا، ما تخافش تجرب اي حاجه بتجربها هتفيدك. احنا خلصنا كلام النهاردة عن الكتاب، ولو كنتوا كملتوا الفيديو للآخر فشكرا ان انتوا كملتوه. ويا ريت لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وسبسكرايب عشان تشوفوا الفيديوز اللي جاية. استنوا الموضوع اللي جاي، وما تنسوش تشاركوا الفيديو مع اصحابكم اللي محتارين يجربوا حاجات جديدة. باي باي.